Small minds discuss other people, gossip. Good minds discuss events. Great minds discuss ideas. في ناس عندهم هواية عجيبة يجلسون يحللون حياة غيرهم أكثر من مباريات كأس العالم. لو واحد عطس يسوون منه فيلم وثائقي، لو واحدة غيرت لون شعرها يسوون مؤتمر واجتماعات أكثر من قمة عربية. يعني بالله عليكم شو الفائدة من الغيبة والنميمة؟ مو بس ضياع وقت، لا كمان تستهلك رصيدك العقلي. كأن عقولكم كرت شحن راح تضيعونها على أمور أو أخبار ما لها أي أهمية. تخيلوا لو الناس استخدمت وقتها للضيعة من نميمة في تعلم مهارة، قراءة كتاب، أو زرع شجرة، أو شيل كيس زبالة من الشارع، أي شيء، ما كان من مجتمع أفضل وأجمل؟ لا، إحنا ما نسوي هكذا. شو نسوي؟ الأغلبية مين تزوج أو مين طلق أو مين زاد وزنه أو مين نقص وزنه، اللي ينم ويغتاب. فعليا أنت ما غيرت أي شيء في الشخص اللي تتكلم عنه، لا بالعكس، أنت قاعد تكسب سيئات ببلاش وتضيع وقتك. يعني أنت باختصار قاعد تسوي عمل مجاني ضد نفسك، تشتغل موظف عند الشيطان بدون راتب. فإذا يوم من الأيام حسيت أن عندك وقت فراغ، تذكر أنه أحيانا السكوت أذكى من الكلام، أفضل من إنك تشتغل مراقب مجاني لحياة الناس. لأنه أنا بالنهاية الناس اللي تضيع وقتها بالنميمة هي نفس الناس اللي حياتها ما تتحرك للأمل. ريحونا وريحوا نفسكم.